السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض المعجنات الحلوة الجميلة ديت بأقل تكلفة خالص، وما اخدوش مننا وقت خالص خالص. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكلها حلو وشكلها جميل. اعملي وفرحي اولادك ان كانوا في الحضانة ان كانوا في المدارس او في فترة الامتحانات. طبعا اولادنا محتاجين مننا رعاية وتغذية. ومن نص كيلو دقيق عملت الكمية دي، وكمان انا عاملة التقطيعة كبيرة. طبعا حبايبي بحبكم في الله، يا رب ديمكم نعمة في حياتي، وإن شاء الله الفيديو ينال على رضاكم. وطبعا تعالوا بينا نسمي ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقول مكوناتنا مع بعض. معايا نص كيلو من الدقيق، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر حطاهم كده على الدقيق، وكمان معلقتين من السكر، ورشة بسيطة كده من الملح. ومعايا بيضة، وهحط عليها معلقة من الخل. وتقدري تستغني عن البيضة في الوصفة، مفيش أي مشكلة خالص، ولكن أنا بعزز القيمة الغذائية وبس علشان عندي بنتي مش بتاكل البيض. ومعايا معلقة صغيرة من الخميرة، وحط عليها معلقة صغيرة كده من السكر، ومدوباهم كده في ربع كوباية من المية. وهحط كمان معلقتين من الزيت. وهبدأ بقى إن أقلب المكونات دي مع بعض بالشكل ده كده بالمعلقة. ومعايا السوائل، معايا كوباية من الحليب، تقدري تستبدليها بكوباية من المية. ولازم تكون المية أو الحليب دافيين، لازم يكونوا دافيين علشان في فصل الشتاء لازم تكون السوائل دافية. هبدأ أقلب كده بالمعلقة علشان هو الكمية معايا صغيرة، فأنا بقلب بالمعلقة، يعني كمية نص كيلو دقيق، مش محتاج يعني ايه عجن كتير، ولكن أنا هسيب المعلقة برضو. سبحان الله، كل حاجة برضو بتحب وكل حاجة لازم نخدمها. كده خلاص مهمة المعلقة انتهت. هبدأ بقى إن أقلب العجين بالشكل ده كده بإيدي، علشان أخدم العجينة كويس، وعلشان برضو أنظف الطبق معايا. طبعا المعلقة مش هتقوم بالمهمة دي. فهنا خلصت العجينة بالشكل ده كده. العجين ده يا جماعة دقيق قمح مش دقيق زيرو. معايا كده معلقتين من الحليب بالشكل ده كده، اتفضلوا من الكوبايه. ما اخدتش سوائل معايا، ياما العجينه هنا بتلزق شويه، لا هي يابسه قوي ولا لينه قوي. مسحتها كده بمسحه من الزيت علشان وشها ما ينشفش في فتره التخمير، وهسيبها بقى تختمر. وطبعا كلنا عارفين انا بعمل ايه في فصل الشتاء وبخمر العجين ازاي. بجيب كده ميه دافيه، يعني مقاربة للسخنة، ما تكونش سخنة قوي. تمام، بحطها كده في حلة، وبحط البولة عليها من فوق بالشكل ده كده، وبغطيها وبسيبها بقى تختمر. في الوقت ده انا سبتها نص ساعة بس، كانت اختمرت معايا على ما كنت غسلت المواعين وخلصت المطبخ كده. كانت ما شاء الله العجينة جميلة، لان هي يعني قطعة صغيرة مش كبيرة. كده خلاص العجينه اختمرت معايا، اللهم بارك. شايفين يعني دليل التخمير عامل ازاي في العجينه. بدات ان المها تاني كده، واجيب رشه من الدقيق وارشها بالشكل ده كده. لو حابه تقطعي العجينه على الصينيه مفيش اي مشكله، لكن انا بستخدم المكان كله بيكون منه فيه بالشكل ده كده. هنا بقى انا قطعت الكور بصراحه كبيره، علشان انا كنت عايزاها كبيره، لكن انت لو انت حابه تقطعيها صغيره يعني عن كده، تكون الفيونكات صغيرة عن كده، مفيش أي مشكلة. وبصراحة كانت البنات هم اللي طلبوا مني رسمة الفيونكة. أنا يعني خيرتهم، فهم قالوا لا اعملي رسمة الفيونكة، احنا حابينها وحلوة وجميلة. بدأت بقى ان اقطع كده، وزي ما انتم شايفين يعني انا بزود الكورة عجين من البولة علشان انا عايزاها كبيرة. علشان بصراحة انا كنت عاملة برضو التمر او العجوة زي ما بنقول كبيرة. وكنت جايبه نص كيلو من التمر وما اخدتهوش كله. عجنته بمعلقتين من الزيت ورشه من الفانيليا، وعجنتهم وكورتهم وحطيتهم على الصينيه زي ما حضراتكم شايفين معايا كده.
طبعا جبت بقى اول كوره بدات ان اكورها، جبتها كده بالشكل ده كده، وبدات ان افرد فيها بالنشابه. الفرد يا جماعه ما هو صعب خالص، فيه ناس بتستصعب الخبيث في البيت وبتستصعب الفرد. لا والله، اول ما هتبداي كده وهتتعلمي وهتعملي هتكون معاكي الحكايه سهله خالص وبسيطه، وكمان هتعوزي تعملي وتجربي تاني وتعملي على طول، وتخلي ريحه البيت ريحته جميله بريحه الخبيث جدا والخير في البيت. طبعا جبت بقى واحدة من التمر اللي انا مكوراها، وحطيتها بين كيسين بالشكل ده كده. جبت كيس تلاجة وفردته، وحطيت قطعة تحت وكيس فوق، وفردتها بالنشابة علشان التمر طبعا جامد ومش هعرف افرده بايديا. هنا حسيت ان التمرية كده طالعة من العجينة، فحبيت ان ايه يعني احكمها كده على قد العجينة، وهبدأ ان اقفل بالشكل ده كده. اول واحدة طبيعي مش يعني ممكن ما تنظبطش معانا، بس بعد كده هتلاقي الدنيا سهلة خالص وجميلة، وتبدأ انها تتظبط معانا وتكون حلوة وجميلة. كده بدأت ان اقفل من ناحيتين، وجبت بقى الشريط اللي انا قطعته في النص ده، وبدأت ان اقفله لورا كده وامسكه كويس جدا. لازم نمسكه كويس علشان ما يفكش معانا بعد التخمير او في خلال فترة الخبز. خلاص كده انا عملت اول واحدة، وهبدأ اعمل معاكم تاني برضو، كلنا بنتعلم من بعض. وطبعا لو وصلتوا معايا لغاية هنا يا ريت ما تنسونيش في اللايك فضلا وليس امرا، بحبكم في الله، يا رب ديمكم نعمة في حياتي. طبعا كل العجين ما سيبناه ارتاح، بيتفرد معانا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. فردتها بالشكل ده كده وسهلة وبسيطة. وزي ما قلت لكم العجين ده عجين دقيق قمح. طبعا في الايام اللي كانت قبل كده صراحة انا كنت بشتري دقيق زيرو، لكن انا بصراحة السنة دي انا ما اشتريتش دقيق زيرو خالص، طالما انا عندي دقيق قمح هو كافيني والحمد لله، وبيطلع معايا النتيجة حلوة وزي الفل. وفي اسعار الغلاء اللي احنا فيها يعني نحاول ان احنا نوفي بيوتنا ونعمل من اللي موجود فيه، ويا رب ديمها علينا نعمة. اللهم لك الحمد، والحمد لله ان احنا لسه ماشيين لغاية دلوقتي بالشكل ده، ونقول الحمد لله رب العالمين، والحمد لله دائما وأبدا. دي بقى انا حبيت افردها بالراحه جدا جدا، علشان بصراحه كانت شمس واقفه جنبي وكانت عايزه تعرف انا برضو بعملها ازاي. هي كانت شافتني مره قبل كده بس يعني ما لزقتش في دماغها كده الفكره، فقالت لي اعمليها تاني علشان اعرف انت بتعمليها ازاي. فهنا ما سرعتش ايدي وبعمل بالراحه خالص اهوت. بفرد كده بالشكل ده كده. طبعا هنفردها شكل دايره، وبعد كده نجيب طبعا لو انت عندك مردانه مفيش اي مشكله. انا النشابه ديت بصراحه ايدي ودراعي بشتغل بيها، وطبعا انا عندي مجموعه من النشابات ديت في البيت هنا وهناك بشتغل بيهم دايما، مساعديني في كل حاجه. بعد كده بنجيب كيس تلاجة ونحط كوره كده من التمر، ونحط عليها الكيس التاني، ونبدا ان احنا نفردها بالشكل ده كده، وناخدها بقى ونحطها على جزء كده من العجينه اللي احنا فردينها الاول، يعني مش بتكون على العجينة كلها. طبعا كل بنوتة بقى تقدر تساعد مامتها، وكمان احنا داخلين بقى على يعني ان شاء الله كلها شهرين والدراسة تنتهي، ونبدأ ان احنا برضو نتعلم في فصل الصيف في الاجازة، ونبدأ ان احنا نعمل حاجات جميلة من ديت كده ونساعد مامتنا. خلاص بعد ما خلصت كمية التقطيع وسبتها ارتاحت كمان نص ساعة، علشان لازم نخمر كمان مرة بعد التقطيع علشان تطلع معانا النتيجة حلوة. جبت بقى الحليب اللي كان باقي معايا وحطيت عليهم رشة من السكر، وبدأت ان ادهنهم ودخلتهم الفرن اتخبزوا، وكانوا ما شاء الله. الفرن لازم يكون حامي في الخبيز علشان يطلعوا معاكي طريين وحلوين. بعد ما بيطلعوا من الفرن بنغطيهم شوية، وبعد كده بنقدمهم لأولادنا وبألف هنا وشفا عليهم. ودي كانت الكمية اللي معايا ما شاء الله. زي ما قلت لكم لو انت مقطعة صغير هتطلع معاكي كمية اكبر من كده، لكن انا مقطعة كبير. طبعا كل واحد على حسب راحته. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. التسوية حلوة جدا جدا وجميلة، وما شاء الله طرية، طلعة طرية معايا، وطلعة تسويتها من تحت ومن فوق جميلة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. بحبكم في الله، يا رب ديمكم نعمة في حياتي، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جاية كتير. أسيبكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.